علاقة الفسيخ بالمصريين، لو عايز تعرف شوف الفيديو. الفسيخ أكلة تعود جذورها إلى العصور الفرعونية. كان المصريون القدماء يقومون بتقديس النيل ويعتبرون السمك من المصادر المهمة للغذاء، وقد تعلموا طرق حفظ الأسماك عن طريق التمليح لضمان توفره طوال العام، خاصة في المواسم التي يقل فيها الصيد. وقد تم العثور على نقوش ورسومات في المعابد والمقابر الفرعونية تظهر طرق تجهيز وحفظ الأسماك، مما يؤكد أن الفسيخ كان جزءا من النظام الغذائي للمصريين القدماء. واستمر هذا التقليد حتى اليوم، حيث يعتبر الفسيخ من الأكلات الأساسية في احتفالات شم النسيم، وهو عيد ذو جذور فرعونية أيضا يحتفل به مع قدوم الربيع. الفسيخ تراث قديم، فليس مجرد طعام فقط، بل هو تقليد متوارث منذ آلاف السنين، مما يجعله جزءا من الهوية الثقافية للمصريين. عشاق الفسيخ يحبون مذاقه الفريد الذي يجمع بين الملوحة والقوام الطري، خاصة عند تناوله مع البصل والليمون. وغالبا ما يتم تناوله وسط تجمعات عائلية، مما يضفي عليه جوا احتفاليا خاصا. شم النسيم وهو من أقدم الأعياد المصرية التي لا يكتمل تناول الفسيخ إلا بها. الفسيخ أكلة تراثية مصرية، وهو عبارة عن سمك بوري مملح يتم تجهيزه بطريقة خاصة ليكتسب نكهته القوية ورائحته النفاذة. يعتبر جزءا أساسيا من الاحتفالات المصرية. يحتوي الفسيخ على البروتين وأوميجا 3 المفيدة للجسم، لكن بسبب ملوحته العالية ينصح مرضى الضغط وأصحاب المشاكل الصحية بتناوله بحذر. يجب شراؤه من أماكن موثوقة لضمان سلامته، حيث أن سوء التخزين قد يؤدي إلى التسمم الغذائي. ورغم الجدل، يظل الفسيخ من الأكلات المحببة للمصريين التي تحمل طابعا احتفاليا خاصا.